السلام عليكم احبائي حبيباتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم تحليه رمضانيه بدون بيض بدون فلون، كتجي اكثر من رائعه بواحد الكريمه خطيره. ان شاء الله نتمنى تشوفوا الفيديو من الاول للاخير باش تشوفوا التحليه الرمضانيه السريعه والسهله والطعم الخرافي. كما كتشوفوا عندي هنا كميه من الفراوله، قطعتها تقطيع عشوائي وحطيت عليها سكر. انا بغيت هنايا نوجد هذاك لو كولي ديال الفراوله باش نسقي به التحليه ديالي. غير كيغلي يغلي وكنحيدو من النار ونخليه يبرد على جانب. وعندي هنايا الكيك، اي كيك عادي عندكم، كيك يومي ممكن تستعملوه في هاد الوصفه. وغادي نجيب بوله وغادي نحط فيها كريمه سائله. هاد الكريمه راه شويه ثقيله وغادي نخففها باش ما تجيش ثقيله، غادي نخففها بعلبه من الزبادي طبيعي. وهاد الكريمه بدون سكر غادي نحط عليها 3 معالق من السكر الناعم. 3 بالنسبه لي 3 كافيين، يعني الحلاوه جات هي هذيك. بغيتي تزيدوا لكم الاختيار. وغادي نضربها بالمضرب الكهربائي حتى يتجانسوا المكونات وتتقال معايا. كنتمنى ان شاء الله فيديو اليوم يعجبكم، وما تنسوش دائما اللايك، واللايك راه هو اللي كيطلع الفيديو، وتعليق محفز وتشيروا الفيديو لتعم الفائده. هنا بعد ما الكريمه تجانست غادي نزيد عليها هذاك الكولي ديال الفراوله. غادي نحط غير ملعقتين، ممكن تزيدوا او تنقصوا. انا بالنسبه ليا ما بغيتهاش تجي يعني حيت فيها السكر باش ما تجيش حلوه بزاف. دائما بالمضرب الكهربائي حتى يتجانسوا كل المكونات. ممكن سهرة رمضان بالسلامة والعافية، الله يدخلوا علينا بالصحة والعافية وطولة العمر وبالرزق الوافر إن شاء الله. وعندي هنايا الفراولة قطعتها على 3 قطع، كل حبة فراولة قطعتها على 3. غادي نحطها في أول قاعدة على جنبات القالب. وأحيانا إلا ما بغاتش يعني تلصق معكم كنحطها في الصوص ديال ولا هذاك الكولي ديال الفراوله اللي عملت، هو اللي كيدغيا كيلصقها ليا وكيخليها باش ما كتنزلش. المهم باش تثبت معايا وتبقى يعني كتزين وكيعطينا حتى داك لو غابيل ديال التحليه، لانها تحليه بالفراوله. وغادي نسقي اول يعني غادي نعمر يعني الطبق بالصوص ديال الفريز او ديال الفراوله باش يجيني الكيك مسقي ومغمس في هذاك الصوص. صدقوني راه كتجي خطيره. وغادي نحط على جنبات القالب حتى كنملي ولا او املا كل الفراغات. ونعاود تاني نسقيها بالصوص ديال الفراوله باش كتجي مسقيه ومشربه وكتجي بنينه صراحه. ونحط هاد الصوص الخطيره هذه راه كنت عملتها معكم في القناه، غادي نحط لكم اللينك ديالها، اللي هي عباره على حليب مجفف مكرمل مع الزبده وباقي المكونات. انا غادي نحط لكم اللينك ديالها، هذا هو اللي كيعطيها داك الطعم الخطير. عارفين نتوما الحليب، عارفين بان الحليب المجفف ملي تيتكرمل راه كيعطي واحد النكهه خطيره. هذه تاني طبقه، ومن بعد نحط عليها الطبقه الثانيه اللي هي كريمه الخفق اللي عملت معكم اللي قدامكم دابا كتشوفوا في الصوره.
يعني سهلة بسرعة كتوجد، يعني في نصف ساعة كتوجد معنا هاد التحلية. كيف ما قلت لك بعد ما نجيو ان شاء الله بحول الله من التراويح، كيبغي الواحد ياكل شي حاجة حلوة. يعني طيلة اليوم الواحد صايم كيبغي شي حاجة حلوة، كتعطيه واحد شوية ديال الطاقة. واخا حنا عارفين السكريات ماشي مزيانة، ولكن راه كنحتاجوها في بعض الاوقات. صراحة كنحتاجوها، ناخدو شي حاجة حلوة وحاجة طبعا بيتي نقية، احسن من الجاهز اللي كنشريوه من برا. والكيك حتى هاد الكيك راه معمول في البيت، كيك العادي اليوم اللي كنصوبو فيه 3 بيضات وفيه الدقيق والزيت والفانيليا والسكر طبعا. ودائما كنسقي كيف ما قلت لكم باش كتجي شاربه هذاك الصوص. ونعاود نزيد الطبقه الخطيره هذه، بصراحه طبقه خطيره. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذه التحليه، راه ما فيهاش تعقيدات. وكيف ما قلت لكم غادي نحط لكم اللينك ديالها. انا كنت عملت هاد الوصفه انا وواحد الصديقه ديالي، قناه جيا كورنر. عملنا هاد الوصفه، عملناها مشتركه ما بين قناتين. والفراوله اللي تبقات ليا كنحطها هكايا في الوسط عشوائي كتزيين بسيط. وعملت في بوله تانية، يعني ممكن هاد التحليه نعملها حتى فرديا في كؤوس او في قوالب صغيره بحال كي كتشوفوا. والقطع ديال الكيك حتى هما راه مسقيين بهذيك الصوص. وكنعاود نحط عليها مكسرات. عندي هنايا اللوز محمر والقرقاع او عين الجمل. صدقوني راه كتجي خطيره. واي مكسرات عندكم راه كيوفيو بالغرض اللي كان عندكم متاح. كنتمنى ما تنساوش اللايك هو اللي كيطلع الفيديو. للاسف القناه ديالتي راه ميته من اللايكات ومن المشاهدات، ما عرفش علاش بصراحه. ما عرفش واش اليوتيوب ما كيطلعش الفيديو باش يشوفوه الناس ويستافدوا من الوصفات، ولا مش بصراحه ما عرفتش علاش. المهم هذا هو فيديو اليوم، كنتمنى ان شاء الله ينال استحسانكم. وهذا هو القوام. بصراحه راه ما خليتهاش تبرد، خصها تبرد واحد شويه باش الكريمه تكون شويه واقفه. انا راه كيف ما صورت كيف ما كنوريكم كيفاش جات، ولكن راه الطعم خطير. اللي ذاقوها عندي في الدار راه بصراحه حوالوا بها. هذا هو فيديو اليوم. ان شاء الله اتمنى لكم رمضان مبارك سعيد، والسلام عليكم.